حبايبي زي ما انتم شايفين احلى شويه عيش شامي هتشوفوهم في حياتكم، احلى من بتوع المحلات 100 مره. اهو بسم الله ما شاء الله، طري وعسل زي الفل، كلها ما شاء الله عليها. الاضاءه بس هنا مش مظبوطه، هنخش جوه حالا هشيله في قلب الطبق ولا في قلب الحاجه اللي هنعمل فيها عشان نفطر منه. هدخله جوه ونوريه لكم. بسم الله ما شاء الله عليها، عسل يستاهل بقكم كلكم، والف هنا يا رب وشفا على قلب اللي ياكل منه. صباح الفل يا حلوين، صباح الهنا على عيونكم يا رب. يلا عشان ما ننساش، صباح الرزق بالله وصباح التفاؤل وصباح كل حاجه حلوه. المهم قمنا الصبح ومفيش عيش واحنا كده عايزين نفطر وعايزين نتسحر، فمش عارفين هنعمل ايه. عجنت عجنا العجنه وخبزته زي ما انتم شايفين كده، نخبز منه اول باول وعلى ما نشغل الفرن ونسيبه كده زي ما انتم شايفين. اللي هيقب واللي مش هيقب بسم الله ما شاء الله عليه يعني. اهو زي ما انتم شايفين. متأسفة على الإضاءة، بس الفرن نقلته تحت السلم ومفيش إضاءة هنا حلوة. المهم زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ما تحطيش قلبك انت وهي وما تتعودش لحد. خبزيهم زي ما انت شايفة وبطاطيهم كده وروحي زقناهم في الفرن. يلا بقى نكمل ونشوف أوريهولكوا في الآخر شكله ايه. حبايبي زي ما انتم شايفين احلى شويه عيش شامي هتشوفوهم في حياتكم، احلى من بتوع المحلات 100 مره. اهو بسم الله ما شاء الله، طري وعسل زي الفل، كلها ما شاء الله عليها. الاضاءه بس هنا مش مظبوطه، هنخش جوه حالا هشيله في قلب الطبق ولا في قلب الحاجه اللي هنعمل فيها عشان نفطر منه. هدخله جوه ونوريه لكم. بسم الله ما شاء الله عليها، عسل يستاهل بقكم كلكم، والف هنا يا رب وشفا على قلب اللي ياكل منه. كده دخلنا في النور جوه اهوت. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، حاجه عسل والمفتاح كلاته زي الفل. زي ما انتم شايفين كده مفتوح خالص. عشامي ده ولا مش عشامي؟ مش ده العش اللي بتجيبوه من المحلات، ولا الحوجه للمحلات، ولا يا فلانه تعالي اعملي معايا، ولا يا ولاد حد يروح يجيب لي من الصابونه، ولا حد يروح يجيب لي من الدكان، ولا الكلام ده كله. اعملي بنفسك في قلب بيتك. وما خدتش حاجه، احنا يا دوبك شويه دقيق وميه وخميره وشويه سكر. وعايزه تحطي كوبايه زيت صغيره كده في نص فنجان زيت ولا حاجه ماشي، مش عايزه برضو تمام. وتروحي عجناه وتسيبيه يخمر حلو بالخميره، واما يخمر تقطعيه ويرتاح شويه برضو، وتروحي مبططاه افرديه كده زي القرصه. وتسيبه على ما تخلصي ممكن تفرديه كلاته وتروحي جايه مشغله الفرن وزقلاه. وممكن تعملي برضو شويه زي ما كنا بنعمل وتشغلي الفرن وتعملي يعني تخبزي وتبططي وتعملي وتسوي في الفرن. وعسل اهو ما شاء الله. ده بقى جنبه اي حاجه هتعملها بعيش، نقلي بقى بتنجانه وبطاطسايه وطعميه وفول وجبنه او كده. وبألف هنا وشوف يا رب على قلوبكم، ولو حد بيعمله بطريقه تانية يقول لي عليه. لو عجنتيه بلبن وسمنه هيقلب بكاكية، لو كده من غير لبن زي ما احنا عملنا بميه كده هيبقى على الشكل ما انت شايفه كده. وكل ده نعمه ربنا ونحافظ عليه، ربنا يا رب يدم الخير على الناس كلها يا رب. يلا حبايبي السلام عليكم. حبايبي احنا خبزنا العيش مع بعض وعملناه خلاص كده، وعملنا الاكل. قلنا بطاطس شيبس وقلنا بتنجان وفلفل وشطه، وجبنا عجينه وعملنا طعميه وده المخلل، وجبنا الطماطم بقى وطماطم وفلفل. اكل بعيش يعني، اكله حرشه كده ايه، تغيير، مش كل يوم هيبقى رز وطبيخ وكده.
كل حاجة موجودة نحمد ربنا عليها، الحمد لله رب على أي حاجة موجودة، وكل الحمد لله على نعم ربنا كلها. وده كان فطرنا النهاردة مع العيش اللي خبزناه. السلام عليكم.